لسه داخله حالا ولازم احضر الغدا بسرعه. فهعمل ايه؟ هعمل كشري مصري. تعالوا بينا نحضره سوا. اول حاجه هبدا بيها البصل. لازم هبدا بالبصل. ليه؟ علشان الزيت بتاع البصل ده انا هستخدمه في الوصفه كلها. انا بقطع البصل بص رفيع ازاي، رفيع جدا. هو ده سر القرمشه. اي حاجه ممكن رشه ملح وخلاص كده، لا بحطه في دقيق ولا نشا ولا حاجه. دلوقتي عندي اهو الزيت سخن. هبدا بقى ايه، انزل بالبصل واحاول افرفطه بايدي كده وانا بحطه. انتوا هتحسوا ان كميه البصل كبيره، لا هي مش كبيره خالص. كل ده دلوقتي هيكش. بصوا كده، عايزه اوريكم حاجه. انا حطيته على النار خلاص اهو. مش هاجي ناحيته نهائي لحد ما يستوي او لحد ما يبدا يخش في السوا، عشان لو فضلت اقلب فيه هيطرى مني. بصوا كده بدا يدخل في التسويه اهو. هقلبه بقى ايه عشان ما يتحرقش مني، وقبل ما يوصل للون اللي انا عايزاه هطلعه على مناديل واسيبه خالص لحد ما يبرد. بصوا بقى كده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه اغمق من كده عشان ما يمررش مني. اطلعه بقى على المناديل واسيبه لما يبرد خالص. عندي بقى حله على النار. الزيت اللي انا قليت فيه البصل هزود شعريه كده. الشعريه اتحمرت. شويه بصل من اللي انا اصلا مجهزاهم، شويه صغيرين بس. اديها تقليبه. عندي هنا عدس انا كنت نقعاه وغسليه. طبعا مش هحط كميتي، هحط تقريبا كوبايه. هجيب كوبايه رز. كوبايه رز. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. انا عايزه الميه تغطي بس ايه المكونات عندي. مش عايزه ميه كتيره قوي عشان ما يعجنش. هظبط بقى الملح والكمون والفلفل. فلفل اسود، كمون. دي بقى تقليبه كده. دي بقى عليه واوطي واسيبه بقى يستوي ايه على مهله خالص. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ الصلصه. شويه زيت من بتاع البصل مفروم. هديله بس تشويحه كده. احط له ملح، كمون، شويه فلفل، واشوحه. انا بقى ايه، عايزه اشم ريحته، مش بسويه خالص يعني. اصفر بس معايا كده. وهنزل بالطماطم. دلوقتي بقى هزود عندي عصير طماطم مصفياه. هحطه بقى طماطم. اهم حاجه بقى في الصلصه رشه السكر دي. بصوا كده بدات تغلي. هزود لها بس بق خل صغير جدا. تمام. هغطيها بقى واحطها على نار هاديه واسيبها تتسبك. تعالوا نعمل الدقه البيضاء. بتاع البصل، شويه توم حلوين كده. في ناس بيعملوا الدقه دي على البارد، بس انا بحس ان هي كده احلومه. عندي بدات تدبل اهي. هزودها بقى ايه بشويه خل. عليهم تقريبا كوبايه ميه. ملح، كمون، وبس كده. الكشري انا بقلبه كده ايه تقريبا عشان اطمن عليه في نص التسويه. بصوا مفلفل وتحفه. طبعا هو لسه مستويش، هسيبه يكمل ايه سويه. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ زيت الشطه او الدقه الحمراء. اوكي، هزود شويه شطه. انا عايزه ايه اشوح الشطه في الزيت.
وبعدين هبدأ بقى ازودها شوية من الدقة اللي انا عملتها. شوية ايه، مش كتير يعني، تقريبا. فيها كبشة من الصلصة. بس خلاص طفيت عليها كده. بقى عندي كمان ايه، الدقة الحمراء. بصوا كده الكشري استوى. بصوا فظيع، سهل جدا، استوى ايه في ولا حاجة. بصوا كل حاجة استوت معايا، ريحته تحفة وسهلة قوي. هغرفه بقى واوريهولكم. بصوا بقى انا عكستلكوا الكاميرا عشان يبان قد ايه هو تحفة. فاكرين بقى كمان الحمص اللي احنا عملناه في الستوريز مع بعض اهو. هبدأ بقى احط ايه، طبعا كل واحد بيعمل الطبق زي ما هو بيحب. سامعين اصلا، سامعين القرمشه بتاعت البصل. بصوا بقى الصلصه اللي احنا عملناها سوا. كشري ولا اجدع محل كشري. وادي الشطه الحمراء، وادي كمان الدقه. ايه رايكم؟ عارفين عملته في قد ايه؟ في ساعه واحده.